وانت قاعد بيكون عندك كل احتياجات الكامبينج. ترابيزه بتقدر تنزلها بالمنظر ده وتحطها جنبك تحط عليها حاجاتك، والرف التاني ده بتنزله عشان تحط عليه البوتاجاز او تغسل فيه اي حاجه. وهنا بيكون في تانك للميه عشان تستخدم منه الحنفيه دي، فيها سخن وفيها بارد. وهنا مخرج 220 فولت عشان توصل البوتاجاز. وفي النص هنا بيكون في اضاءه LED متحركه عشان تشوف اي حاجه انت عايزها، وبتقدر تثبتها على اي قطع حديد. روكس 01 بتكنولوجيا ريب فيها موتورين كهرباء اول ويل درايف بقوه 470 حصان و740 نيوتن متر، مع موتور بنزين 1500 سي سي تربو بيشحن البطاريه بس، مع سرعه قصوى 190 كيلو متر في الساعه. كراسي بيزنس سيتس بمساحات كبيره جدا، وهنا بيكون في كاب هولدر، والمسند ده بيكون فيه كل التحكمات في اتجاهات الكرسي، وكمان بيكون فيه تبريد وتسخين ومساج، وممكن تقلبه سرير وتنام براحتك. شاشة ترفيه 15.6 انش للصف الثاني، فيها ميرورنج تقدر تعكس عليها الموبايل، وفيها التحكم في التسخين والتبريد والمساج. جنوط 21 انش رياضية 275 على 45، والسقف كله بالقوايم لونهم اسود مع الاستبن. شنطة مساحتها صغيرة بس لما بتتني الكراسي مساحتها بتبقى اكبر بكتير. البطارية 56.1 من 100 كيلو وات ساعة، ممكن تمشيك لوحدها 235 كيلو متر، والتانك هنا 70 لتر، والتانك مليان على الاخر والبطارية مشحونة على الاخر، بتمشي ازيد من 1115 كيلو متر. علشان تخرج من الصف الثالث بتدوس على الزرار بتاع الكرسي اللي قدامك وهو بيتني عشان تخرج براحتك. والصف الثالث بيكون عنده مسند وكاب هولدر وعتب جانبي اوتوماتيك بيفتح ويقفل مع الابواب. الجنط السبير بيكون بنفس مقاس العجلات الاصليه، والحزام هنا بيكون في الكرسي، وكمان بيكون فيها مخدات الكانتارا. وهنا التحكم في التكييف الخلفي، وتحت بيكون في مخارج شحن. شاشه اعدادات 15.7 انش، فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس، فيها نظام صوتي من 14 سماعه بريميوم. وزن العربيه 2 طن 735 كيلو، وبتوصل من 0 ل 100 في 5 ثواني فاصلة 5. اضاءة نهرية بالعرض وبالطول، اضاءة خلفية بالعرض وبالطول زي قدام بالظبط، كاميرا فوق الشنطة عشان المراية الوسطية، وفتحات التكييف هنا بتكون مخفية مع تصميم التابلو، ومراية وسطية فيها كاميرا خلفية علشان مش هتشوف من الاستبن وراك. خط قاسم العربية نصين اسود وابيض، دريكسيون خامته من الجلد وبيتحرك في 4 اتجاهات، وفي النص بيكون علامة روكس. روكس 01 هتلاقيها موجودة عند GEV من الجمصي اوتو جروب على وصل الدهشور في الشيخ زايد، وموجودة بأكتر من لون. العربية طويلة جدا 5 متر 29، وعرضها متر 98، وارتفاعها متر 86، وقاعدة عجلات 3 متر، وخلوص ارضي 20.5 سنتيمتر. وتحت الغطا هنا الموتور ال 1500 سي سي تيربو اللي بيشحن البطارية، وهوك خلفي علشان لما تيجي تقطر اي حاجة وراك. شاشة عدادات LCD مقاس 12.3 انش، على الشمال بيكون فيها مدى الشحن والبنزين فيه قد ايه. العربية واخدة 5 نجوم امان في اختبارات CN كاب الصينية، فيها 8 اير باجز وكل انظمة المساعدة على القيادة، اماكن تحط فيها الموبايل و2 كاب هولدر، وهنا مكان ناقل الحركة، ومسند وسطي هنا لمساحة تخزين كبيرة جدا، وفي مخرج USB. والجزء اللي تحت بيكون متبطن، والعربية ما فيهاش ولا قطعة بلاستيك. انا ماجد جاد وبحاول افرجك على العربيات بطريقة سهلة. لو عايز تشوفني مرة تانية يا ريت تعمل لي فولو. سلام.